النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم طريقه الحواوشي. اول حاجه انا جبت هنا حوالي كيلو بصل، نص كيلو فلفل رومي، ومعاه قرن فلفل حامي، ومعايا توابل بابريكا، فلفل اسمر، توم باودر، كاري، ملح حسب كميه اللحمه اللي انت هتحطيها. معايا هنا كيلو لحمه، هضيف عليه كميه البصل والفلفل، هضيفهم على اللحمه. في التوابل اي نوع لحمه مفرومه انت ممكن تستعملي، مش شرط تكون لحمه بلدي، ممكن تكون لحمه مجمده. لما هتضيفي عليها البصل والتوابل والفلفل هتديكي طعم حلو، ومش هيبقى فيه فرق بينها وبين اي لحمه تانية. وكمان كميه البصل لما تبقى كتيره هتديكي كميه حواوشي اكتر. دعكيها دعك جامد جدا عشان كميه البصل تندمج مع اللحمه وما تبانش معاكي. كمان البابريكا هتساعد على توحيد لون اللحمه والتوابل والبصل اللي احنا حاطينه، فالبابريكا لازم تحطيها معاكي. البصل اختفى معايا اهوت، ما بقاش باين. ادعكها لحد ما كل الخلطه كلها تندمج مع بعض كده. انسجتها تشد معاكي كده، خلاص تعرفي ان هي خلاص بقت جاهزه معاكي. وهنسيبها كمان تتبل كده لمده نص ساعه. انا هوريكم العيش اللي انا هعمل بيه الحواوشي. لازم يكون عيش بيتفتح كده بالشكل دوت. كيلو اللحمه اداني الكميه ديت اهي. لما ضفت له بقى البصل والفلفل والتوابل اداني كميه كبيره اهي. ودوت يعتبر حواوشي اقتصادي، تقدري تعمليه باقل كميه لحمه. وشويه ملح بفلفل كده على الزيت عشان لما اجي احطه على العيش يديله تمليحه كده كويسه اهو. اقلبه كده، ادهن وش الرغيف كده، الوش والظهر بتاعه شويه زيت بسيطه كده اهو. وهنا في اللحمه ديت انا مش مزوده دهون كتير، انت لو حابه تحطي قطعه دهن تاني اضافيه ممكن تحطيها، لكن هي كده عشان ما تبقاش دسمه قوي. بالشكل دوت همسك قطعه اللحمه اهي وهدخلها في رغيف العيش كده، وهفردها بقى كده كميه كويسه. هوريكي بقى ازاي تغلفيها. دوت الورق دوت ورق الحواوشي، بتشتريه من المحلات بتاعت الحاجات الحلويات، او لو ما عندكيش الورق دوت ممكن تجيبي ورقه كراسه، بس لازم يكون ورق كراسه نظيف ما فيهوش اي كتابه، او ورق زبده. وبتبداي تضيفي فيه العيش دوت. بنبدا نحط كده وهنغلف الرغيف كده اهو بالشكل ده كده اهو. وببدا اعمل له كده، اتني من هنا واتني من هنا واعمل له دي كده كده اهو. ولما اجي اسويه في الفرن الاول بسويه كده، بحطه كده على الناحيه اللي فيها الورق دوت كده اهو بالشكل ده. بتعمل الحواوشي في الطاسه، بجيب طاسه واسخنها واحط فيها بالفرشه كده زيت، بدهنها زيت بسيط، واحط الرغيف فيها واخليها على نار هاديه، واروح مغطيه الطاسه كده، وهبدا اتابع الرغيف. ولما بياخد لون من تحت ببدا اقلبه على الناحيه التانية. دوت الحواوشي اللي انا هسويه في الفرن، لفيته بالورق بالشكل دوت. هو بدا يستوي من تحت، هروح قلبها على الناحيه التانية واتابع تسويته. الحواوشي اهوت بعد ما خد لون من هنا انا بدات قلبته على الناحيه التانية، وبكون مهديه النار. الطاسه لازم يتغطى كويس جدا عشان اللحمه تستوي من جوه. وانا اول ما بطلعه لازم احطه في حله واغطيه عشان الحله تساعد ان هو يفضل سخن. وكمان لو في حاجات اتحمرت قوي بتطريها كده. ده بالشكل ده. وهنا دوت اللي هو اللي انا عملته في الطاسه دوت اهو بالشكل ده. وانا هقدمه مع طماطم مخلله بالثوم والخل. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي.